عايزين نقرب من بعض اكتر. نزل بس الواد ده عشان من دور عيالك. في حاجتين انا الصراحه يعني مش هيجي لي نوم النهارده غير لما اعرف اجابه ليه. الحاجه الاولى، هو مدرب اتلتيك بالباو ده يا جماعه بيصرصر. انا بس ما ملوش اي حل في الدنيا غير ان هو بيصرصر. انت رايح تلاعب برشلونه في الكامب نو في ملعبهم في اول ماتش في ملعبهم بعد ما رجوع الاصابات بالاوفسايد تراب، راح تورك في حاره المكسحين يا ابني حبيبي. هو اصلا ما بيعملش حاجه في يومه في التدريبات غير ان هو ممرنهم على الاوفسايد تراب. القلب اللي بيغفل بيتخض، بيقوم مخضوض اصلا من كتر الجري ورا الاوفسايد. رايح انت تلعبهم على الاوفسايد تراب، تضارب ايه؟ بعدين الحاجه الثانيه، جماهير الكامب نو برشلونه العريقه العظيم حبيبي، الف مبروك على عوده الملعب والاجواء والكلام ده. انت بتصفر على ويليامز لما بيلمس الكره. انا اتفرجت على 90 دقيقه من الصداع لحد ما ويليامز خرج يعني من الصداع الكروي. ده لويس فيجو يا ابني، هو راح من ريال مدريد لبرشلونه في ايه ده؟ جماهير الزمالك ما بتصفرش كده على زيزو. الصفير ده كله حبيبي، ده ما راحش من فرقه لفرقه ثانيه، ده هو ده كرف لك عادي. الصفير ده كله بيبين له ان انت متضايق يعني ما اكرف له انت كمان عشان ما يحسش ايه الذكاء ده. بعدين يا بغض النظر، انتوا كنتوا عايزين ويليامز ده ليه اصلا؟ ده بلعب احسن منه.